فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليس التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عندي رسالة للسيد رئيس الجمهورية، السيد ولي الأمر. يا رئيس، إحنا طالب من حضرتك رفع الظلم عن الناس، عن الناس المظلومين والظالمين برضه ومرتكب الظلم. إحنا يعني بقينا خايفين من الله سبحانه. أنا نفسي، أنا هتكلم عن نفسي خلاص، مش هتكلم عن حد. أنا خايف من الله سبحانه وتعالى. الظلم بقى كتير، القيادات عايزانا 24 ساعة، يعني ظلم بطريقة بشعة، يعني بلغ الظلم منتهى. مش احنا المظلومين، لا احنا الظالمين. وانا عارف ان ده غريب، يعني ضابط في الامن الوطني طلع يقول ان احنا الوزارة بتظلم وبتاع. لا، ده احنا بنظلم وبنظلم بالاول. ومش هخاف، يعني انا مش خايف. انا يعني الرسول عليه السلام بيقول الظلم ثلاثة: ظلم لا يتركه الله، وظلم يغفر، وظلم لا يغفر. الظلم الذي لا يغفر الشرك، أعوذ بالله من الشرك، وإن شاء الله ما فيناش حد مشرك، وإن شاء الله ربنا يتقبل مننا جميعا. والظلم الذي يغفر ظلم العبد فيما بينه وبين ربه، ودي كل واحد قدام ربنا. والظلم الذي لا يترك، خد بالك دي ظلم العباد، فيقتص الله لبعضهم من بعض. يعني انت بتخصم ربنا لما بتسلم حد، بتخصم ربنا. بتخصم ربنا. تيجي تقرا في القرآن تسمع ان بطش ربك لشديد. يعني الامر مفزع ومرعب. انا عن نفسي، يعني لما عرفت ان بطش ربك لشديد، لا انا خايف من الله سبحانه وتعالى. يعني انا عارف الفيديو ده هيدمر حياتي، لا هتقتل. لو ربنا كرم ولحقتوني عايش، يعني من وزير الداخلية ومساعد الأمن الوطني، هدخل السجن. أنا مش خايف الصراحة، مش خايف. ليه هتقول لي ليه؟ هقول لك هتدخل السجن، هقول لك ما أنا هدخل القبر. يعني أخاف من القبر؟ ما السجن أوسع، براح. أخاف من الموت، كده كده هموت. طب أخاف على عيالي؟ لا. أنا قريت في سورة الكهف كده، ربنا سبحانه وتعالى بعت نبيين 2 من أعلم وأعلى أهل الأرض شأنا في مهمة خاصة من منظورنا الحالي، مهمة خاصة سرية. يروحوا يبنوا سور ليتيمين. عملوا إيه بقى اليتيمين؟ اللي كان معاهم فلوس، كانوا راكبين عربيات، ولا كانوا أبوهم صالح. بعت نبيين. يعني أنا هختار الصلاح، وثقتي كاملة في ربنا أن ربنا هيبارك لي في عيالي، وهيبارك لي في مراتي، يعني هيبارك لي في حياتي. خلاص مش هتكلم. موت بقى من حياة، أنا بتوب. نفسي أرجع الحقوق لأصحابها، لكن ده صعب. فعلى الأقل أجاهد بحقوقهم، أقارع الظالمين، أتكلم عن الظالم وأقول له أنت ظالم، وأنا هقول